السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سبحان الله من فيديو جديد وحلقة جديدة. النهاردة هنبدأ في بيس 2024 التحديث. التحديث النهاردة حرفيا اسطوري، وهنجمع منه كنزات كتير. ولو انت مش من النوع اللي بيشحن زي كده، فبصراحة الكوينزات اللي هتاخدها من النهاردة هيتعيشك ملك بصراحة. يعني ايه، مش ناقصك حاجة واللعبة تشتغل معاك. فبسم الله كده نبدأ اللعبة. طبعا نزلنا التحديث، طبعا هنستلم كده 10,000 جي بي وترينرز وفتحة بارتنر والتيشيرت الاسطوري اللي اتكلمت عنه تقريبا، ولا مش فاكر. لا ايه، طبعا هنستلمه تيشيرت جبار حرفيا. وبس كده لما نستلم بقية الهدايا نستلم بقية الهدايا. عايز اقول لك ان في احداث جامده جدا والنهارده تعمل لايك وشير، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ماشي يلا بينا. بس ايه، نروح. يعني ايه الباك ده؟ باك مؤخرة الدجاجة، يعني باك ضعيف جدا ملوش لازمة. وعندنا باك الاسطوري، باك الدوري الاسباني، وعندنا باك المنتخبات. وبس يلا بينا. بس كده نروح نستلم كل حاجة. عندنا هنا ترينرز وجي بي وفتحة ونيمار المجاني. ايوه زي ما سمعت كده، نيمار المجاني. شكل نسخة الهلال شكله روعة حرفيا. هو شكل الكارت جميل، لكن طاقاته مش احسن حاجة ومش هطوره ان شاء الله. يعني انا معايا نسخة الشوتايم، فبس انا هاخدها سكرين شوت كده عشان نحتفظ بها. ماشي. وبعد كده نروح نستلم كل الهدايا ونفتح الفتحة مع بعض، فتحة البارتنر ومؤخرة الدجاج دي مع بعض. فبسم الله كده نروح نفتح الفتحة. لحد الفتحة دي على حظ كل واحد عمل لايك وشير واشتراك في القناة وكتب تعليق حلو. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بتتفتح اللي هي الفتحة يعني وكده. ماشي. بتمنى يا جدعان، نفسي في بالدي، نفسي في اونانا، ونفسي في كازيميرو او موسيالا او فران توريس. يا جدعان نفسي في فران توريس. بالدي ده لا بالدي ما تقولش. لا بقى بالدي والله حلو، جامد من لعيبه الشباب جدا. طبعا بصراحه انا دخلت اليوم التاني، فهنشوف هو ايه اللي هنا. لازم تربط حسابك، وانا مش عارف اربط حسابي يا جدعان. والله الحساب بيروح مني، مش عارف اربط حسابي. ان شاء الله هحاول اربطه واعمل حساب من الصفر لو انتوا عايزين كده، والطريقه الارقام. بس الحاجات اللي خدناها النهارده كده يبقى معانا 221,400 كوينز. ماشي. طبعا عندنا هنا من افضل الباكات اللي عندنا حرفيا هو الباك ده. وانا عايز بفكر افتح الباك المنتخبات ده بصراحه، بس مش ضامن يطلع له منه ديمبلي ولا برناط. ماشي. طبعا نفتح بس ثلاث فتحات على مؤخرة الدجاج. ده اول لاعب زي ما انتم شايفين اهو. ويلا بينا نشوف بس كده ايه تاني لاعب. انا اسف يعني بتطلع دي تاني لاعب. الراجل ده مش عارفين راجل ولا مش راجل. تالت لاعب هو الكبير فيهم بقى، الزعيم بتاعهم تقريبا. فانا جبت الشله بتاعتهم تقريبا، هما التلاتة جنب بعض عشان تحس نفس الطاقات كده. ثانيه واحده صح، التلاتة جنب بعض. مع انا كنت عايز جونياك، هو الوحيد اللي اعرفه منهم بصراحه. في الاخر ما طلعليش جونياك. ماشي. طبعا عندنا الباك بيكهام الجامد. وبفكر يا جدعان افتح في نهايه الفيديو على باك الدوري الاسباني او باك الدوري الانجليزي او الايطالي. فبصوا ليه مش فينا عايز اسكو يا جدعان. اسكو النسخه دي نادره بصراحه. النسخه دي لو طلعت لك فاعرف ان انت كده حسابك نادر. هي اسكو بتاعت اسكو قصدي، يعني ما بتنزلوش نسخ كتير. دايما ما بتنزل نسخه، وبيلعب كمان كرييتيف، اسلوب لعب كرييتيف بلاي ميكر. فيعني حاجه جامده جدا. وطبعا استلمت كام فتحه على مؤخرة الدجاج دول فتحتهم. فعندنا الدوري الانجليزي معايا ديكلان رايس 97، وبيقولوا انه من افضل النسخ. طبعا هنا بفكر افتح عشان اجيب باريلا او ان اضعف واحد عندهم 93. فسيبك من الكلام ده كله بس يا زميلي، وتعالى بس اقول لك ان انا في حدث نزل على كده. في حدث 50 كوينز يا جدعان هنا، الحقوا خدوه. ده حدث جامد، قصدي 50 كوينز هتفيدك، والسكيلز كمان هتفيدك، او الترينر هتفيدك. طبعا عندنا 50 كوينز كده عندنا لا مفيش حاجه عند نيمار يا جدعان، مفيش حاجه عند نيمار للاسف. ماشي. طبعا انا بقول لكم ان انا شحنت السيزونين او اللي هو الفيليو والبريميوم، شحنتهم الاثنين الحمد لله. خدت الكوينزات، وحاليا انا يعني عايز اخلص الماتش بس كله عشان اخد كل حاجه. يعني بص، لازم العب 100 ماتش عشان اخد 50 كوينز الاخيره، اللي هي اساسا المفروض من حقي لان انا شحنت ب 250 و250. ماشي. تعالوا بس كده اوريكم اللطقم اللي معايا الطقم ده، ومعايا الطقم ده اللي هو بتاع 2024، ومعايا طقم العراق. انا بلعب بالعراق اهو زي ما شايفين. الطقم بتاع العراق حلو بصراحه، تحيه لكل العراقيين.
اللي بيشوفوني بصراحة العراق من افضل البلاد. طبعا دي خطة العراق وهي خطة سرية جدا بصراحة. ولو يعني بصراحة يا جدعان انا عايز اخلي كل لبسي لبس جامد جدا، فاوريكم افضل لبس تجيبوه. افضل لبس تجيبوه هتروحوا على اوروبا والناشونال وهتروحوا على منتخب كرواتيا. ايوه منتخب كرواتيا. منتخب كرواتيا انا مش هطلع، مش عايز اغير الخطة بصراحة، بس ايه انا عايز اوريكم اللبس. بص طبعا سان ماكسيمان في التبديل واللعيبة ايه حلوة بصراحة. انا مطلع لعيبه جامده بره عشان ايه يعني العب اللعبه الضعيفه وكده هيكون احلى وكده. يعني كفارة سخيليا بصراحه انا كنت يعني معايا نسخه من كفارة سخيليا وكده. وادي ديكلان رايس اللي معايا نسخه منه برضو زي ما انتم شايفين. صح يا جدعان بدور على ايه برناردو سيلفا، حد يدور لي معايا بس عشان انا عايز اعرف هو راح فين برناردو سيلفا. هو فين برناردو سيلفا بس انا مش فاهم راح فين. كنت عايز اقول لكم ان انا معايا برناردو سيلفا. طبعا دي بالدي زي ما انتم شايفين. تعالوا نديله واحده بس من 10,000 عشان نستكفي منها، بس نديله واحده من 10. لا يا جماعه انت مش هتتمكس بيهم كلهم اصلا. لا هي واحده من 10,000 ياخدها يا جدعان. هي واحده من 10,000. هي واحده من 10,000. لا هي انا عايز واحده بصراحه. واحده زودوا 13 ليفل. لا خد لك واحده يا عم ونوزع الباقي على الحبايب. ماشي يا جدعان. هو اتطور ايه ده عنده 20 سنه يا جدعان وطوله ممتاز وحرفيا لاعب جامد جدا من افضل اللعبه اللي هتشوفها ولو طلعت لك ما انت محظوظ. وهو اللاعب بالدي اسطوره قادمه لنادي برشلونه. وطبعا عندي مين اللي زيه بقى جارناتشيو. يعني هما الاتنين تحسوا زي بعض. ودي اللعبه بتاعت مؤخره الدجاج. وتعالى بس نطور نديله تطويره الاوتو تطويره اوتو تمام. ويلا بينا بس 89. مش عارف هشوف طاقاته لان لما مكسه بس هشوف طاقاته. ماشي دي الخطة. انا عايز بس اشوف برناردو سيلفا راح فين. برناردو سيلفا راح فين يا عم؟ فين برناردو؟ صيف فين برناردو؟ ايه هو ده يا جدعان؟ طبعا معايا بالجريني زي ما عايز اقول لكم. انا عايز اشوف بس برناردو سيلفا راح فين. برناردو سيلفا يا جدعان برناردو سيلفا راح فين؟ كان معايا نسخة منه عقود ترشيح كده زي انه مندش بالظبط. راح فين يا جدعان؟ ايه ده؟ راح فين؟ جبت الاوردر. طيب تعال نشوفه كده. هو 96 فاقوى واحد عندي. تعال ثانية بس كده نشوف اقوى واحد عندي مين. 96 يعني المفروض هيكون في التشكيل 99. ماشي يا برناردو انت رحت فين؟ طيب طبعا يا جدعان ننزل بالدي كده في الدكة نحطه بدل مين. تعالى ينفع يلعب LMF. طب جامد. لا يطلع خلاص مش عارف هما مش قادرين يحطوا مكان نيمار. عشان نيمار موجود منه نسخة تاني. طب ماشي فهمت. ماشي روح مكانك هنا. واخيرا يا جدعان اكتشفت برناردو سيلفا. طبعا خلصت الاحداث ورجعت لكم. تعال بس نشوف الاحداث ونشوف الكلام الكبير ده كله. لعبت الاحداث وصلت لحد 59 وخدت ان شاء الله كل حاجه. وخدت كمان فتحه مجانيه على باكج نجوم الاسبوع وهنفتح كل حاجه. وفجرت الاحداث وحرفيا بقيلي 3 احداث تاني من 150 و41 هديه لازم استلمهم. ودي حاجه كبيره جدا زي ترينرز وفتحات وجي بي وترينرز وجي بي و50 كوينز وكونتراكت وترينرز و50 كوينز تاني وترينرز. لا يا جدعان الحوار جامد مع الترينرز. الامانه الحوار جامد مع الترينرز. يعني انا هقوي ناس النهارده ان شاء الله تبقى حلوه. طبعا الفتحه دي على حظكم انتم يا جدعان. بصوا مش عايز برناردو سيلفا. يعني انا مش عايز برناردو سيلفا. انا معايا برناردو سيلفا فانا عايز كولوفسكي فلاوفيتش مختريان الواد بتاع جوستريانو ده كاستونيانو ده او الاخو تشانالوجلو. عارفين ده اللي هو ابن عم محمد مصطفى محمد. فانا عايز دول او يعني عايز ناس حلوه كده من اللعبه اللي انا قلت عليهم والنبي ممكن او روبرتسون كانسيلو. بس ابن عم مصطفى محمد الحمد لله ضمننا 5 نجوم. يعني الحمد لله ابن عم مصطفى محمد. انا اخويا فتح بالفتحه المجانيه ب 200 كوينز وطلع له 3-4 نجوم. يعني اوحش 3 في الباك كله اللي هو الحارس والواد اللي هو ده 91 طلع له واحد تاني يعني معرفوش.
بصراحه يا جدعان الباك ده شدني. في جندوجان، في اخو مايكل اوريزابال، في الفارو موراتا، ماركوس لورينتي، مش عارف مين هو جوز جاي ده، بس هو لاعب بانه حلو يعني، ماكسو حلو لما شفته. الفارو موراتا يا جدعان من اندر النسخ دي حرفيا، وجاندوجان ورودريجو، وبصراحه لعيبه جامده جدا. مش عارف مين قريب خميس رودريجز، مش عارف مين ده بصراحه، بس انا عايز اسكو من الباك ده، انا عايز اضعف لعبه يا جدعان. وايريك جارسيا من اوحش اللعيبه اللي لو طلعت لي هزعل يا جدعان. ده ابن عم اسمه ده مايكل اوريزابال. فبصراحه يا جدعان انا هعمل ثغره كده ان شاء الله يطلع لي واحد منهم. انا عايز اي واحد من الصف الاولاني ان شاء الله، المدافع ده ان شاء الله اللي هو اخو مايكل اوريزابال، اي حد منهم. عايز اسكو بس، انا والله عايز اسكو، اي واحد من الصف اللي فوق، او اسكو او الفارو موراتا او ماركوس لورينتي. لكن في 3 لعيبه انا مش عايزهم يا جدعان، اللي هو جوسي ده واللابس اخضر واللعيبه التانية. فانتوا هتقولوا اي واحد من الصف الاولاني يعني، اي واحد من اللي هو من 93 وال 98 وال 99 في الحدود دي. ماشي انا خايف، وبصراحه نفسي في اي نسخه من ماركوس لورينتي، نفسي في اي نسخه من ماركوس لورينتي او اسكو يا جدعان. نسخه اسكو دي جامده جدا 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 جدا، بتوصل 95 اصلا، بس جامده جدا جدا جدا. فبسم الله الفتحه دي على حظ كل واحد عمل لايك وشير واشترك في القناه وفعل زر الجرس تاني. ايوه الفتحه الاولى كانت بالنسبه لي وحشه جدا، تعالوا نشوف الفتحه دي. بسم الله، 3 فتحات في نفس المستوى ان شاء الله، 3 فتحات. وماركوس لورينتي طلع لنا الحمد لله. ايه ده؟ مش ماركوس لورينتي ليه شكل في اللعبه؟ امال ايه؟ مين ده؟ داني فيفي تقريبا، ده اللي انا قلت عليه، المدافع اللي في اول الصف. كنت هتقولي ابن عم مايكل اوريزابال. طيب يسكو، طيب اوحش لاعب في الباك يعني، هو صح من الصف الاولاني يا جدعان. هو داني فيفيان. وان شاء الله استنوا مني تفتيح باكج الدوري الاسباني اللي هموت واختمه كله عشان اخد اسكو بس، او رودريجو، اسكو او رودريجو او جاندوجان يعني حتى. ماشي بصراحه يعني انا فرقتي اهي، ان شاء الله هنجيب بقى ايه اللعيبه اللي طلعت لنا النهارده ونعمل لهم تشكيله بقى وايه يا جدعان. الواد ده تعال نمكسه بس في الاول كده نشوف مكسه هيبقى كام. تقريبا 96 في التشكيله يعني، هو 93 وفي التشكيله 96. فبصراحه يعني عايز ترنز قليلين، هو لاعب مدبر والله. طب ماشي مكسناه بسم الله كده اتمك يعني. ماشي نمكسه يا جدعان. نروح بس على ان احنا ايه نخليه 93. هو زي ما انا قلت 93 وفي التشكيله 96. بصراحه يا جدعان في الاول في الفيديو كنت عايز ادور على اسمه ده برناردو سيلفا وهو قدامي يعني، هو كان قدامي اصلا، انا غبي. بس نزل بقى اللعيبه اللي طلعت لنا النهارده، واللعيبه الجامده جدا الجباره اللي طلعت لنا النهارده، لعيبه جامده جدا والله. تعال نمكس بس بالدي او نديله شويه ترينرز حلوين يعني. متهيألي بالدي لما يتمكس هيعمل فرق جامد جدا في الفريق. فانا ممكن نخليه 29 بس، هو كده يتمكس. يلا بينا نروح نخليك حلو يعني. انا فرحان بالترينرز اللي معايا فقاعد اقوي بيها اللعيبه يا جدعان. يلا بس نشوف بالدي كده بقى 94 في التشكيله، يبقى 97 يعني افضل ايه اللي بيه تلاقيه يعني. ايه ده بالدي 97 في التشكيله، يا والله العظيم جامد، والله العظيم جامد. ماشي بالدي طلع 96 مش 97، بس برضك حاجه جامده جدا ان لاعب زي بالدي يطلع ب 96. دي حاجه جدا يعني. بالدي بيتقارن مع فيفين، يا لو انا ابوك عاوز. تعال نمكس بس مايكل اوريزابال اللي انا كنت عايز اخوه يطلع لي، بس للاسف عطولي فيفيانا او مش عارف فيفانا ده. ماشي هو 25. طب حلو نمكسك طيب قريب. ماشي تعالى بس نمكسه كده يمكن يبقى ماكس. ايوه 24 من 25 زي لو طول مارتينيز كده بيبقى 74 وبزاد 4 بيبقى 98 فبيبقى حلو يعني كده. يلا بسم الله تعالى بس نحطك نطورك. بصراحه انا معتمد على التطوير الاوتو من بعد ما بدات 2023، حسنوها بشكل رهيب. فانا نحطه كده ايه في السي ام، ما ينفعش يلعب في السي ام ولا في الار ام. امال ايه انت بتلعب فين طيب؟ ماشي يا جدعان دلوقتي نروح نشوف اللاعب ده ينفع يقف في ال ام اف سي اف، قصدي سي ام اف ما ينفعش يعني. هو مايكل اوريزابال بيقف في نفس المكان. ماشي نمكس مايكل اوريزابال كده، وهو كده يبقى حاجه يعني. انا ما يعني سالت وشفت اللي هو بيكي فوتبول
ان هو بيوصل 98 وكده. صراحة كنت في مشوار ورجعت اول خمسة بس خلاص 98. ما بقاش 98 هبيعه في ثانية، لا 98 ايوه كده. هو اوحش حاجة فيه ان هو بيلعب في فريق وحش، يعني اللاعب ده مظلوم بصراحة. كل نسخة 98 99، فبصراحة لاعب جامد جدا. دلوقتي طبعا نجيب تشكيلة 4-2-3-4 اللي هي 4-1-2-3 دي تشكيلة جميلة جدا ومعتمد عليها اساسا في الحساب ده بتاعي اللي هو ده الاساسي، يعني ما عنديش حساب تاني. ماشي ينفع يلعب تشانوجلو كده. تعالى هنا بس، ويحط لها شعار ليه الفزلكة. بصراحة دلوقتي يا جدعان هنحط كل اللعيبة اللي طلعت لنا النهاردة علشان يعني ايه نشوف فرقتنا وكده، ونشوف مين اللي طلع لنا النهارده. طبعا ينزل نيمار ده بدل نيمار التعبان، نيمار الحلو، بدل هما الاتنين تعبانين بصراحة. يقف فين؟ يقف مكان برناردو سيلفا. بصراحة هيعمل فرق كبير. مين هو اللي يعمل فرق كبير؟ مش عايز اطورك اصلا، انا اطورك ليه؟ يعني لو هتقول هيبقى كام بس؟ لا يا عم مش هطوره بتاعي ده، ما انا معايا نيمار اللي احلى منه. ماشي، ودي كانت نهايه التشكيله بتاعتنا. خدنا بالدي، خدنا فيفان، ونشوف فيديو اخر. لا وبكده كنت الفيديو حلقه النهارده. يا رب يكون عجب الفيديو، اتمنى انك توصلوا اكبر عدد من اللايكات، وطمس لحد هنا الفيديو مش تنسوا لايك وشير، وتشوفوا الطمس على زر الجرس عشان توصلوا كتير. ومش عارف مش كده ولا حاجه. انت شايف حلو في الكومنتات وقلت لي كده تشجعني عشان تستمر على القناه، واحلى سلام عليكم. صحيح قبل ما انهي الحلقه عايز اقول لكم من افضل التجربات اللي جربت معاها بعد ما عملت الفيديو. دايما القطر يعدي بعد ما عملت الفيديو. من افضل اللعبه اللي جربتها حرفيا هو اخو تشانوجلو، وبرضه اللي هو بالدي. من افضل لعيبه حرفيا طلع له بالدي ده. حظك جامد جدا يعني بصراحه. ومين تاني بقى اللي هقول لكم صدمني اداء حاولوا تكتبوا في الكومنتات وهعمل فيديو عنه. يا بصراحه افتح عليه في الفيديو بقى هتلاقيه جامد. اشوف فيديو اخر. يلا لايك وشجع يهمني. سلام.